لو بتتعلم اي حاجة جديدة وعاوز تحفظ المعلومات دي لأكبر فترة ممكنة، يبقى لازم تشوف الخطوات دي. اول خطوة لازم تنوع المصادر، اتعلم من كتب، من فيديوهات، من مصادر اخرى، اعمل عمليات بحث. لازم تتنوع، لازم تعمل عملية تنوع في التعلم. ما تحاولش تتعلم بس من كتاب او من فيديو بس، لازم تنوع ما بين ده وما بين ده. تاني خطوة، حاول تربط المعلومات اللي انت اتعلمتها بمعلومات قديمة عندك عن المجال اللي انت بتتعلمه ده. يعني انا دلوقتي بتعلم برمجة، حاول اربط معلومات البرمجة دي بحاجات انا كنت عارفها قبل كده، او حاول تربط المعلومات اللي انت حافظها دي او بتتعلمها دي بصور حياتية. يعني انت بتتعلم كذا، حاول تربطها بصورة كذا، انت فاهم؟ عشان العملية تعمل عملية حفظ في دماغك، لان المخ بيربط المعلومات عن طريق الصور اكتر، يعني بيكون في عملية حفظ بشكل مبسط اكتر للمخ. تالت خطوة، لازم تفهم الحاجة اللي انت بتتعلمها دي بعمق. ما تحاولش تحفظ بس، ما تحاولش تبصمج، ما تعملش زي الناس اللي بتبقى رايحة تمتحن يفضل يحفظ الحاجة ويروح يكتبها في الامتحانات ويسيبها ويخلع. انت بتيجي بعد ما تخلص الامتحانات اصلا بتنسى الحاجة اللي انت كنت بتذاكرها. فحاول على قد ما تقدر تفهم الحاجة بعمق وتركز فيها على قد ما تقدر، ما تحفظهاش فقط. رابع خطوة، حاول تهتم على قد ما تقدر بصحتك. ما بقولكش روح الجيم او كده، حاول على قد ما تقدر تنام النوم الكافي لجسمك اللي جسمك محتاجه، ويحاول على قد ما تقدر تلعب في البيت سكوات، اي حاجة بسيطة كده انها تنشط فيها جسمك. وخامس خطوة بقى، ودي الخطوة دي مهمة جدا، وهو انك تقسم المعلومة اللي انت حابب تحفظها دي او تفهمها لخطوات بسيطة. يعني انا دلوقتي عاوز احفظ او افهم مادة معينة، حاول تقسمها على خطوات او تجزأها لاجزاء صغيرة عشان تفهم المعلومة اللي انت عاوز تحفظها او تفهمها في المادة دي. ولازم تعرف ان التعليم مش حفظ بس، ولكن هي مهارة يمكن تحسينها. فتابعني عشان تتعلم كل يوم شيء جديد، واكتب في الكومنتات ايه المهارة اللي حابب تتعلمها جديدة. سلام.